تحذير عام: القناة غير مسؤولة عن نوع المحتوى أو مصداقية المعلومات، ولا مسؤولة عن سلامة عقل المذيع ونوعه. مساء الخير يا تيفا. تخيل كده في ساعات واحد يقوم من النوم يحس انه مش طايق هدومه، بس تخيل بقى لو قمت من النوم مش طايق جنسك كله. يعني مخ حضرتك عمال يغني ست البنات الأمورة، والمراية بتقول لك ده انا حضرتك خشنة بيه. الموقف ده مش موقف كوميدي في فيلم، ده للاسف فئة كتيرة من الناس بتعيشه يوميا، وبتحط تحت مسمى اضطراب الهوية الجندرية جندر ديسوفوريا. فانت هنا مش قدام روشنة شباب ولا حد عايز يركب الترند عشان يبقى مختلف وخلاص، انت قدام صراع وجودي حرفيا. وده مثال خارج النص. انا راجل مفروض كبير ومحترم، لكن للاسف جوايا حاسس ان انا لسه طفل صغير، شاب مراهق، وده اللي بيخلي الحياه تمشي بس لحد كده مقبول. ولكن فئات ناس كتيره في العالم حوالينا بتعدي فوق المقبول وبتخش في مراحل خطر جدا وصعبه، خاصه قدام المجتمعات اللي احنا عايشينها. تخيل انك تعيش عمرك كله في سجن من اللحم والدم، سجن جسمك فيه بيلعب لفريق ومخك وعقلك وروحك بيلعبوا لفريق تاني خالص. الالم والوجع هنا مش بس نفسي، ده ضيق وكرب مستمر بتخلي الشخص يحس انه محشور في كرتونة بيض مش مقاسه. ومن هنا قررنا النهارده نفتح الملف المحظور وخاصة الشائك هنا في الوطن العربي، ونلقي الضوء على المشاهير اللي حياتهم اتقلبت، وهنعرف ليه انه العلم بيقول ان الموضوع مش قرار، لا ده الموضوع جينات جواك. ففوق كده وخليك سيرلاكس عشان الكلام النهارده على تقيل. نيجي بقى للسؤال اللي بمليون جنيه: هل كنت تعرف ان موضوع التحول الجنسي جيني اصلا؟ وحياة جيني ما انت فاهم حاجة. خليني اجاوبك في كلمتين عشان ما تسيحش مني. الإجابة أيوة عاطف. الموضوع علمي بحت وليه علاقة كبيرة جدا بالجينات والبيولوجي، ولكن طبعا في ناس تانية ليها رأي مختلف، وهي إنه الدكاترة النفسيين يقدروا يحلوا موضوع التحول الجنسي. وطبعا لو أنت من الناس دي أنا مش هختلف معاك، ده رأيك وأنت حر فيه، بس العلم ليه رأي تاني. العلم أثبت إنه الجينات الوراثية مسؤولة عن الكلام ده بنسبة كبيرة جدا، توصل لبعض الحالات لأكتر من 60%. يعني الموضوع مش موضوع قرار حد ياخده وهو قاعد على قهوة، ده سيستم كامل متظبط بالمتشقلب من البداية، والكلام ده من هو لسه في بطن امه. وعشان ما نطولش في الكلام المجعلص بتاع الدكاتره، الحكايه مش قصه واحد قام الصبح قال انا عايز البس فستان. العلم والطب وصلوا لنتائج قلت موضوع البيئه والتربيه وعلاجهم هم السبب في الموضوع ده كلام قديم قوي ومش مبني على اي اساس علمي. الحقيقه انه الحكايه كلها بتبدا وانت لسه جنين بتستوي في الرحم. في حاجه في الدماغ اسمها الخطوط الجندريه، ودي اللي بتعرف مخ حضرتك انت هتبقى ذكر ولا انثى. احيانا بقى والجنين لسه بيتشكل بتحصل لخبطه في الهرمونات اللي بيتعرض لها الجنين، فالمخ بيتبرمج على جنس والجسم بيتبرمج على جنس تاني خالص. انا عارف انت هتقول ليه، نور بطل هرتله وبطل الكلام اللي بتجيبه من الهوا، اصبر عليا التقيل جاي. الله يخليك فور مراتك ودخل عيالك يناموا عشان الموضوع هيكبر. الموضوع بيولوجي بحت وليه جذور جينيه عميقه جدا. الدراسات لقت انه مخ الشخص العابر جنسيا اللي هو الترانسجندر تركيبه عقله سواء من سمك قشره المخ او الوصولات العصبيه بتاعت مخه هي مخ الجنس اللي حاسس انه بينتمي ليه، ولكن مش جنسه اللي اتولد بيه. ده حماده وده حماده تاني خالص. فاهم يا تيفا؟ يعني لو حماده حاسس انه ست، مخه بيكون مخ ست من ناحيه الوصولات العصبيه، والمرايه هي اللي بتكذب عليه. وعشان تفهم التعقيد اللي جوه الجمجمه دي، انت لازم تعرف انه العلم لا انه في 3 شبكات اساسيه عصبيه هي المسؤوله عن اللبش والقلق ده كله. طبعا انا هنا مش هقول لك الاسماء الحقيقيه للشبكات العصبيه دي، هبسطها لانه قناه هنا بنقول كل حاجه بالطريقه البسيطه والسهله. اول شبكه هي شبكه الضيق والنكد، ودي مسؤوله عن احساس الكرب والخنقه اللي بيحس بيها الشخص تجاه جسمه. الشبكه الثانيه هي شبكه السلوك الاجتماعي، ودي اللي بتخليه مش عارف يندمج في الادوار الاجتماعيه ولا الناس اللي حواليه، يروح يخرج مع الشباب، يروح يخرج مع البنات، شكله ايه في المجتمع هو مش عارف، ودي المشكله. الشبكه الثالثه شبكه الجسم ده بتاعي، ودي اهم شبكه لان دي المسؤوله عن ادراك الشخص لجسمه. تبص في المرايه تقعد تفكر مع نفسك تبقى مبسوط جدا، تيجي تبص في المرايه تتسد وتتكتم. العابر جنسيا بيحس انه اجزاء من جسمه كانها جسم غريب مش تبع عليه ولا تبع لروحه خالص. يعني الحوار كله شفره بيولوجيه وكلها في الوصولات العصبيه وتركيب المخ. فلما بعض الناس يقولوا لك روح دكتور نفساني، الدكتور النفساني مش هيقدر يحل لك المشكله البيولوجيه اللي في المخ. اقتنعت يا تيفا ولا اقول كمان لسه؟ طب تمام، هات يا ابني العده التقيله. اي ضربه في معمية. طب ايه رايك يا تيفا لو قلت لك انه الجمعيه الامريكيه للطب النفسي قالت انه ده اسمه جندر ديسفوريا، وده في حد ذاته وضع ملوش حل غير انه الشخص بيعيش هويته الحقيقيه عشان ما يوصلش لمرحله الاكتئاب الحاد او لا قدر الله الخلاص من حياته بالمره، اللي للاسف
وللاسف بتكون هي نسبه عاليه جدا في الحالات اللي زي دي لو ما لقوش الدعم النفسي والطبي الصحيح. بقول لك ايه يا تيفا، لو كنت فاكر انه الكلام ده من عندي او جايبه من مطبخ بيتنا تبقى غلطان يا تيفا. انا الحكومه يا تيفا. الكلام ده كلام علمي ومن مصادر طبيه موثوق منها، وتقدر بنفسك تعمل سيرش على اليوتيوب او تعمل سيرش في اي حته وتعرف فعلا السورسز بتاعت الكلام اللي انا بتكلم فيها والمصادر دي. طب تعال احكي لك امثله من الواقع. فاكر الفنان الكبير هشام سليم طلع بمنتهى الشجاعه على السوشيال ميديا وقال انه ابني نور بقى ولد. الموقف ده موقف يدرس في الابوه والرحمه، ومش اي حد يعرف يسحب السحبه الجامده دي. على فكره المجتمع كله ساب مشاكله وساب كل شغله ومسك في ازاي دي بنتك كانت زي القمر. بس هشام سليم كان فاهم اللي انت لازم تفهمه دلوقتي، هو ان نور ما كانش بيتدلع ولا عايز يركب الترند. نور كان بيموت نفسيا كل يوم وهو في جسم بنت مش شبهه ولا شبه تفكيره. وعشان نكون في الصوره مع بعض، نور دلوقتي شاب زي الفل، عنده حوالي 32 سنه لانه من مواليد 94، وتخرج من جامعه بودابست في المجر، وشغال حاليا في المجال الفني والابداعي، وبدا يبني حياته بعيد عن ضغط الاعلام. دعم الاب هنا يا تيفا كان طوق النجاه، لانه العلم بيقول ان القبول العائلي في المواقف اللي زي دي هو اللي بيخلي الشخص ده يكمل حياته او لا قدر الله يفكر ينهيها. وبدون الدعم العائلي ده بتكون نسبه الاذى عاليه جدا اللي للاسف بتوصل في احيان كتير للموت. هشام سليم كان ذكي وواقعي جدا، اختار ابنه واختار الحقيقه وساب كلام الناس تحت رجليه. بس لو فاكر انه الحكايات دي بتحصل عندنا بس تبقى غلطانه يا اعتدال. العالم كله اتصدم لما بروس جانر قرر وهو عنده 65 سنه انه يقول ستوب لحد هنا، انا خلاص ما بقتش بروس، انا دلوقتي كيتلين جانر. وعشان تستوعب حجم الصدمه انت لازم تعرف مين هو بروس جانر اصلا. ده مش مجرد جوز كيم كارداشيان ولا مجرد واحد رياضي، وهقول لك ليه كمان دقيقه، ولكن ده واحد تعب في حياته كلها من وهو صغير، ربى وكبر وودى مدارس وخد باله من اطفال وكان زوج ملتزم مع عيلته. الراجل عمل اللي عليه بالقلم وبالمسطره طول حياته لحد ما العيال كبرت وكله بقى تمام، ولحد هنا ما قدرش يستحمل وقال لك انا لحد هنا خلاص. بروس جانر هو الشخص اللي فات بذهبيه العشاري، ذا كاتلين جولدن ميدل، في اولمبياد مونتريال في 1976. وعشان لو المصطلح ده مش مفهوم بالنسبه لك، مسابقه العشاري دي يعني الوحش اللي يقدر يلعب 10 العاب قوه مختلفه في يومين 2 بس، جري ووثب عالي ورمي بومب، رمي رمح. الشخص اللي بيفوز بالألعاب دي بيلقبه العالم بأعظم رياضي في الكوكب. تخيل بقى الشخص اللي كان رمز للرجولة الخارقة والقوة البدنية في نظر الكرة الأرضية كلها يطلع يقول أنا كنت عايش كذبة طول حياتي. كيتلين لخصت الوضع ده لما قالت إنها كانت بتهرب من نفسها طول السنين دي. وعلى فكرة مش من السهل إن أنت تعيش في الضغط النفسي ده طول السنين اللي أنت مريت بيها دي وتفضل لسه عايش. دي محتاجة لقب رياضي تاني، بطل العالم في الضغط النفسي، بس دي أنا حاجزها ليا، أنا هاخدها دي. وان بروس كان بيكذب على الناس ولكن روحه في حتة تانية خالص، وهي دلوقتي اشهر متحولة جنسية في العالم. وبالرغم من الدعم اللي خدته من العالم كله لسه في ناس بتسأل اسئلة تقيلة ورزلة وملزقة. الله، انت لسه فاكر دلوقتي بعد ما عجزت وبقيت راجل عجوز عايز تتحول؟ الحقيقة يا تيفا انه الوجع ملوش سن، وخاصة لو كان وجع نفسي او اضطراب ذهني. وان الروح لما بتتحشر في جسم غلط بتبقى عاملة زي القنبلة الموقوتة اللي لازم واكيد هتنفجر في يوم من الايام مهما بقى طال الزمن. ولكن للاسف يا صديقي تيفا مش كل النهايات هابي اندنج، في قصص كتير نهايتها تقطع القلب. حنان الطويل اللي ادوارها كانت ظريفه جدا في ميس انشراح في فيلم الناظر، والميم بتاعها شغال لحد النهارده، عارفه؟ البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر، يمه المطهر رص الملح 7 مرات. دورها ده كان بيموتنا من الضحك. وعندك الراقصه كوريا اللي كانت في فيلم عسكر في المعسكر. حنان اتولدت في جسم طارق، ومن صغرها كانت بتحس ان هي غريبه شويه، كأن روحها تايهه في عنوان غلط. تخيل الموقف الدرامي ده، فنانه جواها طاقه ابداع جباره، بس المجتمع شايفها راجل بيمثل دور ست، وهي في الحقيقه كانت ست مجبره تمثل دور راجل. حنان ما تمسكتش بالوهم وفعلا قررت تسافر وتعمل العمليه وترجع حنان اللي عارفينها. بس هنا بقى بدات الحبكه الدراميه والقاسيه. المجتمع طبعا ما سابهاش في حالها، للاسف التنمر بقى العيش والملح اليومي بتاعها، والسخريه كانت تلاحقها حتى في الكواليس، وللاسف كانت اكتر من التسقيف على المسرح. حنان للاسف دخلت في دوامه اكتئاب حاده، وانتهت حياتها للاسف في 2004 في ظروف غامضه. تخيل يا تيفا، حنان ما ماتتش بمشرط جراح، دي ماتت برصاص من الكلام، بنظرات الناس اللي اعتبرت وجودها غلطه. وده هو نفس الوضع اللي عاشته سالي، ودي طالبه الازهر اللي اصلا كانت سيد. سالي ما كانتش بتمثل
بتمثل، لا دي كانت فاهمة علميا ان شفرات مخها بتقول انها انثى. الحبكة بقى هنا كانت صدام الحضارات، عالم الطب في مواجهة تعنت المجتمع اللي هو العيب والحرام والممنوع. سالي للأسف وجهت عاصفة غضب خلت مصر كلها تتكلم عنها في التسعينات، مش بس مصر، عيلتها واصحابها وكل الناس، لدرجة ان هي اشتغلت في الرقص عشان مجرد ان هي تثبت انوثتها. وفي الاخر للأسف سالي اختارت انها تختفي وانعزلت عن الدنيا والناس، وده كان بعد ما جالها شعور ان مفيش حد حاسس بمعاناتها اللي هي اصلا ملهاش دخل فيه. انت عارف بقى تيخا ايه اللي اصعب من العمليات الجراحيه والمشرط؟ هقول لك انا، الروتين والورق. تخيلي كده تبقي انسانه زي الفل كامله الانوثه والناس كلها شايفاكي ست، بس تروحي تطلعي الباسبور في المطار تلاقي مكتوب فيه الاستاذ فلان. وده بالظبط اللي حصل مع الراقصه نور المغربيه. نور عملت العمليه في سويسرا وبقت ايقونه في مجال الازياء والجمال، بس للاسف لما رجعت بلدها الحكومه رفضت تغير اسمها من نور الدين لنور. لا مش انا لا مش ده. انت متخيل حجم المعافرة اليومية اللي هي مضطرة تعملها كل يوم والإحراج اللي بتشوفه في المطارات والمصالح الحكومية؟ نور كانت شجاعة جدا، وضحت ان هي مولودة انترسكس، يعني بما معناه عندها عيب خلقي في تكوين الجنس من وهي جنين، وانه الطبيعة والبيولوجي هو اللي وصلها للعنوان ده، وللأسف هي اللي بتدفع الثمن كل يوم من أعصابها ونفسيتها. والحقيقة وللأسف انه قلة الذوق أحيانا بتوصل لمراحل تخلي الواحد يفقد أعصابه، زي ما حصل في اللقاء التلفزيوني معاها. المذيعة سألت نور سؤال في منتهى التطفل والرزالة. المذيعة سألت لها هل بتعاني كل شهر زي كل ست؟ نور ما كدبتش خبر، وفي ثانية المذيعة كانت واخدة دش. بتجيك العادة الشهرية بحال النساء. الموقف ده قلب السوشيال ميديا وقتها وبقى ترند لوحده، لان برضه يا اخوانا في شويه خصوصيه، في خط احمر المفروض ما حدش يعديه. شوف يا تيفا، خلينا نسال اذا كانت بنت تانية هي اللي قاعده مكان نور، كانت المذيعه اللطيفه دي هتقدر تسالها السؤال ده؟ على نفس الخط في بقى الفنانه بشاير، بس دي بقى كانت اجرأ بكتير، طلعت وقالتها وش للدنيا كلها: انا ما بعملش حاجه غلط ولا خالفت العرف ولا القانون ولا بعمل حاجه غلط، انا 95% من جسمي بيقولوا اني انثى. بشاير معاها فحوصات طبيه واوراق رسميه تثبت انه حالتها طبيه بحته وتستلزم تصحيح فوري. الخلاصه لطيفه انه الناس مش عايزه تستوعب انه في حالات طبيه حقيقيه، وان الورق الرسمي الممضي من دكاتره لازم يبقى هو الحقيقه المعترف بيه عشان الناس دي تعرف تعيش في سلام. ويلا امسك اعصابك بقى عشان داخلين على منطقه الغام، منطقه السوشيال ميديا والترندات اللي ما بترحمش. ملك الكاشف ورغد سلامه، الاتنين دول بالذات حكايتهم قلبت الدنيا وقسمت الناس نصين، وورونا انه الالم مش بس في شفرات المخ، لا ده في لسان الناس. ملك الكاشف كانت حسام احمد، وقررت في لحظه شجاعه ان هي تنهي سجن حسام وتخرج ملك للنور. بس ملك ما دفعتش بس ثمن العمليات اللي هو بالمناسبه غالي جدا، دي دفعت ثمن غالي جدا من التعنيف الاسري اللي هو من اصعب حاجه ممكن تتعرض لها في حياتك، والاضطهاد اللي ملوش اخر. المشكله يا تيفا ان لازم تعرفها ان المجتمع كان بيبص لحاله ملك ان هي دلع شباب، شاب طايش، في حين انه ملك كانت شجاعه وبتصرخ وبتقول انا انثى حبيسه في جسد رجل، وان هي ضحيه نظره مجتمع مش عايز يستوعب ان دي حاله طبيه محتاجه لعلاج ودعم، مش مجرد تشهير وتريقه ومسخره. من هنا تيفا نروح لرغد سلامه، ودي بقى حكايتها تنفع سيناريو فيلم لمطاردات وتشويق واثاره وكل اللي انت عايزه. رغد اللي اتقال انه اسمها الحقيقي سمير سلامه واجهت عاصفه من المطالبات بطردها بره مصر بحجه انها اتحولت جنسيا. بس المفاجاه تيفا اللي انت لازم تبروزها ان الحكومه المصريه وافقت بوصفها وبراءتها واثبتت بالاوراق الرسميه انها انثى، بالرغم من الموقف القانوني الواضح للقانون، الا انه الاشاعات لسه بتطلع عليها وبتلحقها في كل مكان بتروح، وكأن الورق الرسمي وحكم المحكمه ملوش قيمه قدام كلمه اتقالت على جروبات الفيسبوك والواتساب. الخلاصه لطيفه انه الصراع مش مشرط جراح بس او حقنه هرمونات، الصراع الحقيقي هو انك تعيش في مجتمع، وخاصه مجتمع زي مجتمعنا في الشرق الاوسط، بيحاكمك على حياتك وكأنها جريمه. ملك ورغد هم نموذج للناس اللي قررت تواجه مجتمعها وتستحمل الجلد في الميادين العامه اللي هي طبعا السوشيال ميديا، بس لمجرد هم يبصوا في الاخر لنفسهم في المرايه بسلام. وعشان احنا ناس بتوع حق لازم نقف هنا شويه ونعمل ديليت لاي اشاعه قديمه لسه مشعشعه في دماغ الناس. في ناس للاسف لحد النهارده اول ما تجيب سيره التحول تقول لك ايه ده، هو زي مايكل جاكسون كده. خليني اقول لك
لك كتيفه بمنتهى الوضوح، مايكل جاكسون عمره ما فكر يتحول لست ابدا. قصه مايكل جاكسون كانت مأساة تانية خالص، بدأت بالبهاء وده مرض جلدي خلى لون جسمه يتغير ودخل في دوامه عمليات تجميل، وده سبب مشاكل نفسيه صعبه جدا بسبب شكل جسمه. ده غير ان ابوه وهو صغير كان دايما بيحقنه بحقن عشان تخلي صوته يفضل طفل، لان مايكل جاكسون وجاكسون 5 وهم صغيرين كانوا بيعملوا فلوس كتيره لابوه، وعشان ابوه يفضل محافظ على مصدر ومنجم الذهب اللي مدخله مايكل، كان بيحاول بقدر الامكان انه مايكل يفضل صغير وطفل وما يكبرش، عشان كده بيحقنه بالحقن دي، وده للاسف اللي خلى صوت مايكل صغير وناعم. ومن الاخر كل ده كان ناتج عن طفوله قاسيه وتعنيف. وهنا في فرق كبير بين واحد عايز يغير ملامحه عشان يكون احلى او روش، ودول بنسميهم حالات التجميل او عمليات التجميل، وده ملوش دعوه باضطراب صوره الجسد او المشكله في الجسم اللي مضطر يعمل لها عمليه تجميل. وده نفس المبدا على المتحولين جنسيا اللي العلم قال ان مخهم فيه شفره بيولوجيه لجنس معين والجسم خذلهم وطلع جنس تاني. فالمتحول جنسيا كان بيدور على سكينه المخ، وعايز لما يبص في المرايه الاشارات اللي طالعه من عقله يشوفها قدامه كجسم في المرايه. فكره التجميل مش بس كده، ده احنا بنشوف اعلانات ماليه الشوارع عن عمليات التجميل، وفنانين يطلعوا يشكروا في الدكاتره بتوعهم، وجمهور طبعا موهوم بالنتيجه رغم ان هي غير طبيعيه. فبلاش يا ريت يا تيفا نظلم كل الناس اللي بتخش تعمل عمليات التجميل كلهم في سله واحده، لانه تصحيح الهويه ده قرار نجاه للحياه مش مجرد تغيير في الفورمه واللون. يا ترى يا تيخا بقى انت شايف الموضوع ده تيك توكاوي؟ يعني تدخل عياده الصبح تقول للدكتور انا حاسس اني زيزي، هيقوم يديك الحقنه وعامل العمليه، وتخرج بالليل نوسه مفيش كلام. الشخص العابر جنسيا او الترانسجندر لازم يعدي بمراحل كتير قوي، دكاتره نفسيين، اختبارات معقده، جلسات استماع بتقعد سنين، وكانه في محكمه جينات. السيستم الطبي والقانوني بيتعامل مع الشخص كانه متهم، لازم نثبت انه بريء وانه مش بيمثل عشان يطلع في الترند والتيك توك. ودي حاجه مش بس بتحرق الاعصاب، دي بتكلف ثروه طائله، وفوق كل ده طبعا بيواجه تميز عينك في الشغل وفي الشارع وفي المجتمع. اخيرا منظمه الصحه العالميه عملت حركه ظريفه جدا، شالت اضطراب الهويه الجندري من قائمه الامراض النفسيه وخلته تحت باب الصحه الجنسيه. والهدف كان واضح جدا، ده انسان مش مجنون، ده انسان عنده حاله طبيه زيه زي اي مرض تاني، محتاجه الفهم ودعم مش حجز في الشرطه وفي المستشفى. قولوا لي رايكم في الكومنتس واشوفكم الفيديو اللي جاي.